السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، الفيديو ده بمناسبة إن أحمد رفعت الله يرحمه توفى، وناس كتير بتقول لازم حقه يرجع ونعرف مين السبب في وفاته. طبعا ربنا كبير وربنا له حكمة في كل شيء. ناس كتير بتقول في كان حد مزعله قبل الماتش في رمضان، أول رمضان، وكان مأثر على نفسيته جدا وحصلت له أول أزمة وتوقف قلبه ورجع تاني، وبعد 4 شهور النهاردة توفى. طبعا ده قضاء الله ونعم بالله، وما نقدرش نقول إلا كده بالنسبة لوفاة أحمد رفعت. بالنسبة بقى للسبب اللي كان مزعله أو وصله لدرجة إن هو يغمى عليه وقلبه يقف في الماتش بتاع الاتحاد ومودرن من 4 شهور، فاحنا ما نقدرش نعرف ونقول مين بالظبط وايه اللي وصله لكده. بس اللي نقدر نقوله للجنة المسابقات واللي مسؤولين عن دوري الفسكونيا والملوخية بتاعنا اللي دايما بقول لكم عليه، ان حرام الناس في اول يوم صيام يلعبوا ماتش كورة بعد الصيام على طول، بعد الصيام بساعتين. اطباء القلب، اطباء الباطنة، كل الاطباء قالوا صعب الانسان يلعب ماتش كورة ساعة ونص في اول يوم صيام وفي رمضان عامة. بعد الصيام عقبال ما جسمك بيتعود على الفطار والاكل وكده بياخد وقته كام يوم. فاللي مسؤول عن دوري الفسكونيا والملوخية والمسخرة دي معروفين، والمسؤولين معروفين، فيا ريت عشان يعني يمكن ده يكون سبب من الأسباب. يعني في ناس كتير بتلعب بعد الصيام وبعد الفطار وعادي، ودول المفروض يعني لعيبة متعودين على المجهود وكده. يعني لو في أي سبب، حتى لو سبب 1%، إن هو موضوع الصيام بعد أو يعني الفطار وعدم تأقلم الجسم، كانوا ممكن يعني بعد كده يعني يتفادوا الموضوع ده ويخلوا الماتشات 3 ساعات بعد الصيام، 4 ساعات. يعني مش لازم أول يوم في رمضان، بعد أول أسبوع، بعد ما الجسم بيتعود شوية على الفطار والسحور ونقص الأملاح ونقص السوائل في الجسم وكده. فدوري الفسكونيا والملوخية يمكن مش هقول السبب الرئيسي في وفاة أحمد رفعت. في ناس بتقول، ناس كتير كانوا قاهرينه يا عيني ومزعلينه بالنسبة لانتقاله للأهلي أو كده، ما نعرفش الحقيقة فين. الحقيقة اللي قدامنا دلوقتي واللي معروفة إن أحمد رفعت مات الله يرحمه. ولو سبب إن هم لعبوا في أول يوم رمضان بعد الصيام على طول، لو السبب ده حتى 1% أو نص في المية، فعلى إدارة المسابقات في دوري الفسكونيا الملوخية بتاعنا إنهم يراعوا الكلام ده بعد كده. الله يرحمك يا أحمد. يا ريت يعني الرياضة دلوقتي بقت علم، مش بقت عافية. الرياضة بقت علم، فيا ريت رفقا باللعيبة وبالشباب وإنهم يلحموا ويلحموا الماتشات كل 3 أيام ويلحموا المواسم. احنا اللعيبة دول مش مكن، المفروض يرتاحوا ليهم راحتهم. بتشوفوا محمد صلاح بيخلص ليفربول في نص 5 أول 6، بيريح شهر، شهر ونص، بيستجم، عشان اللعيبة دول مش مكن ولا تروس، يعني دول لحمة وبشر، والقلب له يعني له احتمالاته، والجسم له قدرات في الاحتمال، فالناس واللعيبة والبشر ليها قدرات في الاحتمال. فلو كان السبب 1% من موضوع اللعب بعد الصيام على طول بساعتين، ده سبب ممكن حتى ولو بنسبة ضعيفة تسبب للأزمة دي أحمد رفعت، فعلى المسؤولين في الرياضة في مصر
وفي دوري الفسكونيا الملوخية بتاعنا انهم يصحوا ويفوقوا ويحاولوا يعدلوا من الجداول والتوقيتات والبزراميطة اللي بتحصل دي. بقاء لله. الله يرحمك يا احمد، زعلنا جدا جدا، وليك الجنة وكل الرحمة ليك ان شاء الله. بقاء لله. شكرا اعزائي المشاهدين، حسن المتابعة.